السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني بجد، من زمان جدا ما نزلتش فيديوهات. معلش اعذروني بقى وسامحوني كده. رجعت لكم بحاجة حلوة ظريفة كده للصيف، المدلعة البيتي، او نعمل كوكتيل جميل كده، حاجة ترطب علينا في الصيف. طبعا الجو حر جدا الايام دي ومحتاجين اي حاجة ترطب علينا. يلا بينا نبدأ مع بعض ونشوف هنعمل المدلعة الجميلة دي ازاي البيتي، يعني ازاي جاهزة كده بقى، بس بطريقة بيتي كده ظريفة خفيفة. لو عندك حبايتين فاكهة فايضين كده او نكمل عليهم، هتعجبنا جدا وهتكون جميلة. يلا بينا نبدأ مع بعض نشوف عملناها ازاي. طبعا يا جماعة الايام دي الجو حر جدا ومحتاجين كل شوية ناكل حاجة ترطب علينا. نبدأ بقى مع بعض من المكونات. محتاجين معانا عصير مانجا وعصير جوافة وعصير فراولة. والبولات دي انا عملت فيها شوية رز بلبن وسبته يبرد، رز بلبن بالطريقة العادية خالص، عاملاها قبل كده معاكم في القناة. طبعا بعد ما برد معانا بالشكل ده كده، اي فاكهه عندي بقى، مش هرتبط بحاجه معينه. يعني كان عندي فراوله وخوخ وتفاح وموز. هقطع الفاكهه دي كويس وانضفها ونرجع نشوف رصيناها مع بعض ازاي على الرز بلبن بتاعنا الجميل ده. ولازم يكون العصير بتاعنا يا جماعه تقيل كده ومركز. خلاص قطعنا الفاكهه بتاعتنا يا جماعه، قطعنا الخوخ وقطعنا الموز ونقطع التفاح برضو والفراوله. نرص بقى طبقات الفاكهه على الرز بلبن بتاعنا الجميل ده بترتيب او بشكل عشوائي زي ما احنا عاوزين. المهم احنا عاوزين حاجه حلوه كده تدينا طاقه وتنعيشنا في الحر الجميل ده. خلاص رصينا التفاح بتاعنا، رصينا الفراوله بتاعتنا، رصينا الموز بتاعنا، خوخ اهو كمان رصيناه. وبعدين هنرص الموز بتاعنا. وبعد ما رصينا كل الفاكهه هجيب بقى العصير بالراحه وانزل بيه من غير ما اقلبه. يعني انا عايزه العصير كل حاجه لوحدها في قلب الكوكتيل بتاعنا او العصير بتاعنا. هحط مثلا شويه جوافه على شويه مانجا على شويه فراوله من غير ما اقلبهم يا جماعه. التكنيك اللي في العصير ده ان كل حاجه لوحدها كده، بحيث لما اخد معلقه تطلع معايا الفراوله مع المانجا اتمنى يا حبايبي يكون الفيديو عجبكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.